اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلام بروكرز. النهارده معايا ضيفه مهمه جدا من اشطر البروكرز اللي موجودين دلوقتي في الماركت، دينا الهاشمي. دينا الهاشمي، ازيك؟ تمام الحمد لله. كيفك استاذ مصطفى؟ الحمد لله، تسلمي لي. دينا، من فضلك لو تعرفينا بنفسك وتعرفي الساده المشاهدين مين دينا الهاشمي وازاي بداتي في مجال العقارات. بديت يعني صار لي تقريبا 4 سنوات في مجال العقارات في دبي. بديت صراحه في العقار بمحض الصدفه. كنت في هونغ كونغ مدرسه، مع ظروف الكوفيد اللي جت اضطريت ان انا ارجع للخليج. فيومني رجعت كان يعني سجشن من احد الاصدقاء الله يذكره بالخير، ليش ما تدخلين مجال العقار؟ طبعا كان بعيد تماما عن المجال حقي، بس لقيت فيه انه في تشابه، انه التعليم يحتاج له صبر، نفس الشيء في مجال العقار. فالحمد لله اني انا اشوف ان الامور تمام. وصديقي كان عنده بعد نظر، لانه انا وقتها ما كنت اعرف اشياء يعني نقدر نسميها نصيحه المليون دولار. نصيحه المليون دولار فعليا، يعني انه وقتها طبعا في الكوفيد ان حد يعطيك هذا النصيحه معناته انه هو انسان، طبعا هو انسان ناجح اوريدي في العقارات. فقال لي السوق في دبي ال10 سنوات الجايه اتس فيري بروميسنج، فدينا انا انصحك تتجهين الى هذا المجال. والحمد لله يعني نحن اليوم شايفين وين العقارات في دبي وصلت. انت عارفه في الكوفيد اديت لواحد نصيحه يشتري فيلا النخيل قرطاج اللي في الفرجان، ومن يوميها بيقول لي انت صاحب نصيحه المليون دولار. الفيلا اللي اشتريناها ب 2 مليون 500 دلوقتي سعرها في السوق 6 مليون. طبعا عاده الناس اللي استثمرت في هذاك الوقت ناس يعني توفقت جدا، محظوظين جدا. ودائما انا اقول حتى دبي اوبورتونيتي دائما موجوده. صحيح، ما تخلص الاوبورتونيتي. في بعض الناس تقول لك لا والله اليوم انا يا ليتني انا، لا ما في شيء اسمه يا ليت. العقار دائما في صعود، بالنادر ما ينزل، وان نزل يرجع يرتفع مره ثانيه. فدبي دائما اتس ا جود اوبورتونيتي امانه. انت عارفه في اثرياء ومليونيرات كتير جم دبي، بس انت تعرفي ان في مليونيرات عملوا فلوسهم في دبي اكتر من اللي جم. صح فعلا بالضبط يعني، وخصوصا في مجال العقار. انا دائما اقول واسمع الكبار الشخصيات في العالم، البيج مليونيرز اللي في العالم، يقولون انه اغلب فلوسهم سووها في العقار. فانا دائما انصح الناس اللي يعني the easiest way and the fastest way to become wealthy هو عن طريق العقار، ثم تأتي المجالات الثانية. صحيح كلامك. طيب دينا، خلينا نعرف السادة المشاهدين بنظام البرنامج بتاعنا. احنا بنختار اهم 10 اسئلة بتجيلنا وبتوصل لنا على السوشيال ميديا او في الانبوكس، وبنختار الاسئلة دي وبطريقة عشوائية جدا. انت بتختاري لي سؤال وانا بختار لك سؤال. اوكي، خلينا نبتدي الحلقة. يلا استنونا وراجعين لكم تاني. طيب دينا، احنا بعد الفاصل خلينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. وأول سؤال ليكي هو ايه هو أفضل مشروع شقق للاستثمار حاليا في دبي تنصحي بيه المستثمر انه ما يضيعوش من ايديه؟ طبعا هذا السؤال نحن كبروكرز نسأله يوميا صحيح، يعني أكثر من مرة. دائما الشخص يوم يجيك أول سؤال تسأله هو البادجت. البادجت مهمة جدا في تحديد العقار ومكانه. شيء ثاني، هل هو شخص يبغى يسكنه أو للاستثمار؟ هذول أول سؤالين ممتازين، أو يعني يحددوا لك أو يسهلون عليك، مهمين جدا. نحدد البوصلة بتاعتنا بالضبط. أيوة، أنت تعرف أنت وين رايح. غير كذا يعني في بعض الناس يقول لك أنا بادجت حقتي مفتوحة. إيش يعني مفتوحة؟ ترى في شقة بنص مليون وفي شقة ب20 مليون. البادجت دائما تتحدد كرقم 1، رقم 2 تحدد إيش؟ end user أو مستثمر. أحسن مشاريع المعروضة حاليا في دبي، في عندنا طبعا نبدأ من الجي في سي. شافت آخر سنتين طلب عالي جدا. صحيح، وانا اتوقع كانت من افضل المبيعات. صحيح. في دبي. السبب انها كثير مطورين متواجدين هناك، اللوكيشن حقتها ممتازه، ثم اسعارها وخطط الدفع كانت جدا جدا افوردبل. صحيح. فهذه هي اول منطقه. انت عارفه كمان بدون قطع حديثك، اللي اشترى هناك عمل كابيتال ابريشيشن حلو جدا. ROI طبعا كابيتال ابريشيشن، وللامانه الROI هناك وصل الى 10%. مع اني ما ودي انا ازودها اكثر، 10% نت ده اتس فيري يعني جدا ممتاز. حلو جدا ممتاز ببادجت قليله. حلو. جدا جدا ممتاز، وعليها طلب جدا عالي للامانه. صحيح يعني. لان الطلب على الايجار هناك كتير. المنطقه جميله، والمنطقه هيئت بشكل كامل، يعني موجوده فيها يعني كل الفئات، من عوائل، سنجل، يعني كل الناس. اولا اللي بيسكن في جي في سي بيبقى على بعد 10 دقائق او 15 دقيقه من كل حته. 10 دقائق من دبي مارينا، 10 دقائق من داون تاون، 10 دقائق من كل حته. المشروع الثاني انا دائما ارجح دبي كريك هاربر. طبعا منطقه دبي كريك هاربر هي
منطقة جدا فريش وجديدة. ليش دبي كريك هاربر؟ لأنها أول شيء زي ما وصفنا الجي في سي، في الطرف الثاني في دبي في منطقة كريك هاربر، هي 10 دقائق من الداون تاون، 20 دقيقة إلى النخلة أو إلى الجي بي آر. أنا دائما أنصح المستثمرين اللي عندي ليش دبي كريك هاربر. طبعا دبي كريك هاربر لو تشوفون الخريطة حقتها، اللوكيشن حقتها أول شيء موجود في منطقة قريبة من كل شيء، حرفيا 10 دقائق إلى الداون تاون، هذا في وقت الذروة. من كريك هاربر إلى الداون تاون 10 دقائق، من دبي كريك هاربر إلى أي مكان 20 minutes حرفيا. فاللوكيشن حقتها ممتازة، المنطقة جديدة كليا وجاهزة حاليا. يعني في بعض الناس يقول لك أوكي جديدة أنا أستنى، لا، أنتوا لو تجون على الجزيرة حاليا أو دبي كريك بيتش تشوفونها أنها جاهزة بشكل كامل، فيها فنادق، فيها شوبس، فيها مطاعم، فيها حتى عيادات. يعني حاليا هي لسه على بدايتها، البنية التحتية حقتها كاملة وجاهزة. تعتبر تقولي ده هي فيرجن لوكيشن، ولما هي ديفلوبد يبقى زي الداون تاون كومبليتد الوضع هيختلف. تقصدي تقولي كده؟ هي حاليا جاهزة، دبي كريك هاربر حاليا جاهزة. في ناس متخوفين يقول لك الين ما تجهز انا بشتري مش فيها، هيلاقي الاسعار دي ابدا. حاليا الاسعار جدا رائعة، هيكون ضيع الفرصة من ايده جدا. والمطور هذا حق دبي كريك هاربر يوم يقول انه it's the new downtown they mean it. yes. لانه فعليا انت يوم تشوف دبي كريك هاربر فيها ايلاند وفيها مينلاند وفيها بيتش وفيها ذا بيست سكاي لاين حق دبي، وهيبقى فيها المترو، وهيبقى فيها اطول برج في العالم. بالضبط، حيكون فيها اطول برج في العالم. يعني سعادة محمد العبار بيعلن قريب هذا المشروع. فيها اكثر من سبب واي تو انفست ان دبي كريك هاربر، وللامانه اسعارها ما هي غاليه ابدا. يعني في ناس تقول لك لا لانها لا ما هي غاليه. اليوم اتس يور اوبورتونيتي انك تستثمر في دبي كريك هاربر، لانها فعليا اذا انت ما لحقت يكون عندك تشانس تستثمر في دبي داون تاون دبي، عندك الاوبورتونيتي هذه. كلامك مظبوط. طيب لو انا مستثمر وجيت اطلب منك النصيحه، دينا انا معايا 2 مليون درهم، احطهم فين؟ احطهم في جي في سي، في عقارين مثلا في جي في سي، ولا احطهم في عقار واحد في دبي كريك هاربر؟ دبي كريك هاربر اكيد. اول شيء لانها 2 مليون بجت ممتازه. يعني في دبي كريك هاربر بتقدر تاخذ لك 2 بدروم حاليا في دبي كريك هاربر مع خطط دفع. دبي كريك هاربر انا ما اي دونت تو ساوند انه قاعده اسوق لدبي كريك هاربر، لكن فعليا اي بليف ان ات. دبي كريك هاربر اليوم فيه ريدي، صحيح، مع بوست هاند اوفر بيمنت بلان، تقدر اول ما تستلمها تاجرها. كابيتال ابريشيشن حقتها اعلى بكثير. طبعا الجي بي سي ما تقارن مع دبي كريك هاربر، لان دبي كريك هاربر اند يوزرز بلس منطقه حتكون منطقه سياحيه بحته. انا شايف ان دبي كريك هاربر هتعمل كابيتال ابريشيشن اعلى من الجي في سي، لكن الجي في سي في الرنت هتعمل ار او اي اعلى من دبي كريك هاربر. فانا اعتقد ان على حسب على حسب التارجت بتاعي، انا متارجت ايه؟ متارجت افلب، يبقى انا لازم اروح اشتري في دبي كريك هاربر. لو متارجت ار او اي وهحتفظ بالشقه بتاعتي مينيمم 15 سنين، انا هروح جي في سي من رايي. خلاف الراي لا يفسد للود قضيه. بالعكس يعني انا دائما اقول انها على حسب الاذواق، على حسب اشياء كثيره في الاستثمار. لانه يعني خلينا نكون صريحين، الاستثمار اليوم في دبي كله ممتاز، صحيح، والمنافسه صحيح. جدا عاليه، صحيح. ما بين كل المطورين، صحيح. اللي اشترى في الفرجان عمل كابيتال ابريشيشن. الفرجان فاجأت الجميع. هقول لك على الاصعب من كده، اللي اشترى في اكويا عمل كابيتال ابريشيشن مثلا. لو تفتكري كان الكلام اللي بيتقال على اكويا عامل ازاي؟ صح. اي مشروع في دبي انا ممكن اتشالنج اي حد، اي مشروع في دبي هات لي التايتل ديد بتاعه وانا اعمل لك ريسيل لليونت باعلى من السعر اللي انت اشتريت بيه. يا مصطفى السؤال الاول يقول ايش رايك في الترند والاتجاه الحالي في السوق نحو راس الخيمه؟ انا ليا راي في موضوع راس الخيمه. راس الخيمه بروميسنج لوكيشن جدا جدا، والبراندز اللي بتروح راس الخيمه كلها كلاس A، واتوقع الاستثمار في راس الخيمه الار او اي بتاعه هيبقى كتير بروميسنج وكتير مربح. انا احب او افضل اسلكت مشاريع معينه في راس الخيمه. المشاريع اللي هتبقى اراوند الكازينو وريليتد للكازينو، المشاريع دي انا اضمن النجاح ليها بنسبه 100%. اي جارانتي ذات. صحيح. وندخل على السؤال اللي بعده يا دينا. هي الناس مقرره تشتري، برضه بيسال على ايه هو افضل مشروع فيلل حاليا متاح في دبي، ومحدد البودجت من 5 ل 10 مليون. شوف يا مصطفى، المشكلة انه في الفلل حاليا في ناس كثير تبغى تشتري فلل، صحيح، بس الديماند عالي قوي، لكن السبلاي اللي موجود مرة قليل. يعني يوم ينزل مشروع فلل حرفيا يباع في ساعات. صحيح. هو طبعا ابالغ واقول عن بعض المطورين في دقائق، لكن فعليا في ساعات. ايش اللي انا انصح اي شخص ناوي يشتري فيلل؟ طبعا نتكلم نحن عن الاوف بلان دائما، ما نتكلم على اعاده البيع. الاوف بلان لازم دائما يكون جاهز. المطورين
المطورين دائما حريصين على انهم يوم يختارون مشاريع فيلل يكون المنطقه مهيئه للعوائل. انت دام فلوسك في ايدك راح تلاقي اللوكيشن اللي انت تختارها ايش ما كانت، فهو على حسب زي ما نقول البادجت، على حسب طبعا خطه الدفع. هذول الشغلتين. لكن الفيلل للامانه يعني صايرين جدا جدا قليله مقارنه بالشقق. يعني نقول له ما فيش ولا لا مش ما فيش، طبعا اكيد انه هو في مطورين في عندهم خطط للمستقبل لعرض بعض المشاريع، بس لازم الواحد اول شيء انه يكون عنده شخص يتعامل معه، مستشار يتعامل معه، يكون دائما جاهز. لان التسويف في المرحله هذه اليوم اللي نحن فيها في دبي ما تنفع. يوم يجي يقول لك لا بستنى السوق ينزل، بستنى المشاريع الجايه. دبي قاعده تتمدد، مشاريع قاعده تغلى، ف is the best time انك to invest is now. صحيح. لانه فعليا المشاريع يعني انا والله قاعده اشوف في اسابيع الفرق في الاسعار، في اسابيع فقط. مطور يطرح مشروع اليوم مستحيل يرجع يطرحه على نفس السعر. لا. اللي بعده صح. دائما يكون عاده من 5 إلى 10، ممكن اوقات اكثر. الفرق اللي قبله او عاده يكون الفرق يعني ممكن 5% 10%. 5% زياده على السعر. اي والفرق في المده ممكن عاده يكون شهر. صحيح. يعني كيف شهر ارتفع بهذا؟ فذا جود تايم انه دائما يخلي الكاش حقه جاهز وعنده جود شخص يرجع له انه يساعده في اختيار المشروع. صحيح. ويلا يعني كل شيء جاهز في دبي. تمام. يعني اللي عاوز يشتري فيلا يجي لك ويحضر من قبل، وتيجوا تقعدوا تختاروا المشروع اللي انتوا ناويين تشتروا فيه، ويكون مجهز كل حاجه، يكون جاهز والشيكات. بالضبط. صحيح. بالضبط. اذا انت ما انت جاهز يكون الوضع صعب، لانه حتى اوقات في اختيار العقار نفسه صحيح ما يكون لك انت عندك فرصه انك تختار. صحيح. انت عارفه ان في اخر سنه او سنتين المستثمرين بيشتروا من غير ما يختاروا اليونت، بس عاوز يبقى عنده يونت في المشروع وخلاص. هو السمعه ممتازه طبعا. سمعه المطورين هي اللي وصلت الناس لهذه المراحل. انا يجوني بعض الزباين قالوا دينا ايش المشروع الجديد كذا كذا، ابغى مثلا فيلا. نتكلم عن الفيلا، الشقق وضعهم خاص، ابغى فيلا. حتى انه والله العظيم انه ما يشوف حتى الفلور بلان. لا كم كذا اقدر اختار اللوكيشن، طب ابغاها كورنر، طب شوفي بس. تفتكري مشروع الدار الاخير جنان احنا بعناه من غير اي معلومات؟ ايه ما يعني في بعض المشاريع والله انها ما تلحق تنعرض على السوق. طيب نروح السؤال اللي بعده. انت عارف انه راح يكون في المستقبل كازينو في دبي، او هذه هي المعلومات اللي جتنا. انت ايش رايك؟ وين حتكون الارباح اكثر؟ حتكون في المناطق اللي حول الكازينو في دبي او في راس الخيمه؟ ايش رايك؟ السؤال دوت انا شهادتي واجابتي هتبقى مجروحه فيه صراحه، لان انا قلبي هنا في دبي ومعظم الاكسبيرينس بتاعتي كانت في دبي. كازينو راس الخيمه اعلنوا عنه قبل كازينو دبي. كازينو راس الخيمه من المتوقع انه يبتدي شغل قبل يتفتح، يتعمل له افتتاح قبل كازينو دبي، والتجربه هنقدر نحكم عليها اكتر من كازينو راس الخيمه قبل كازينو دبي. واحنا طبعا احنا ما بنناقش موضوع الكازينو نفسه، احنا بنناقش الاستثمارات اللي هتبقى طبعا حوالين الكازينو، ازاي ده هيرفلكت الانفستور اللي هيجي يستثمر في المناطق دي. صح فعلا. كلامنا صح فعلا. لو هتقولي لي دبي ولا راس الخيمه صعبه اجاوب. صعب في الوقت الحالي. صعب اجاوب في الوقت الحالي. بس يعني تحس كمان راس الخيمه يعني اتس بروميسنج يعني. طبعا راس الخيمه عندها بلان. راس الخيمه عندها بلان. وبرضه خلينا نسمي الاشياء باسمائها. الROI اللي هيحصل في راس الخيمه كتير واعد، كتير بروميسنج، لكن دبي از دبي. صحيح صراحة. دبي از دبي يعني هذا هو يعني زي ما تقول شيء عاطفي بالضبط. وندخل على السؤال اللي بعده يا دينا. السؤال اللي جاي لك بيقول: من رايك اذا عندك خطه استثماريه مدتها 10 سنين، ولو عاوز اشتري عقار حاليا لاطفالي في المستقبل عشان لما يكبروا يكون عندهم عقار يتسندوا عليه يستخدموه في اي استخدام، اذا كانت هيبيعوا عشان يكملوا دراستهم بره، او يفتح مشروع، او حتى يبقى بيت ليهم في المستقبل، ايه نصيحتك لو انا عاوز اشتري لاطفالي عقار؟ اروح فين واشتري فين؟ دائما نرجع ونقول نفس الجواب. البادجت حقتك انت كم في ايدك اليوم؟ تبغاه جاهز او اوف بلان؟ يعني في هذه الحاله نحن نرشح الاوف بلان اللي بيجهز بعد 4 سنوات 5 سنوات، وندفع بالتقسيط المريح. تمام. ودائما العقار عاده يرتفع ما ينزل. صحيح. ما في يعني الموضوع انه ما تخاف انه لا والله بكره هذا العقار لا. ممكن بالعكس الكابيتال ابريشيشن حقته ترتفع والROI حقه يرتفع. ليش؟ لانك انت مشتريه بسعر اقل اليوم، تبغى تاجره وحتى ان عيالك يسكنونه. فالعقار هذا اللي انت بتشتريه لنفسك او لعيالك في المستقبل، كل عقار لو ضفنا عليه عامل الوقت بتصير معادله ناجحه، ارباح مضمونه. ولو ان صارت في اي مثلا ازمه في العالم او اي شيء، العقار دائما معروف انه يمر
يتمرض ولا يموت. صحيح. فممكن ينزل في فترات معينه، لكن فعليا اذا خصوصا اذا كان هذا الشخص انا ما شفتش عقار نزل حتى في الكورونا. على فكره اللي كان بينزل العقار الاونر هو اللي بينزل بسعره، لكن الماركت برايس بتاع العقار ما كانش بينزل. الماركت اندكس بتاع الريل استيت في دبي ما كانش بينزل. السكور بتاع اي عقار كان ثابت. اللي كان بينزل بالعقار هو الاونر، السيلر هو اللي كان عندهم بينزل. خوف. صح فعلا، هذا اللي كان يخلي الناس انها تستعجل في البيع. بالضبط. طبعا بس ندموا. يا محظوظ مين اللي اشترى في الكورونا؟ يعني اغلبهم ندم. اه لكن ان شاء الله طبعا الناس تتعلم من هذه الازمات. يعني كورونا ناس كثير تعلمت منها، خصوصا في موضوع العقار. لكن برجع واقول على الشخص هذا يوم انه يسال انه انا بستثمر خصوصا بعد 10 سنوات. اليوم اي شيء انت تشتريه بغض النظر عن العقار، تشتري اليوم بيبسي تشتريه ب3 درهم، سنتين سنة 5-6 درهم، مستحيل راح ترجع في يوم من الايام تشتريه بدرهم. بالضبط، لان التضخم ما نقدرش نهرب منه. بالضبط. فهذه هي الوضع في العقار نفس الشيء. بالضبط. يعني اتوقع انه بالاضافه ان العقار سلعه استهلاكيه. انت تعرفي احنا ممكن نعيش من غير ذهب لو الذهب اتمنع من السوق عادي طبعا. مش هنموت. لكن لو العقار ما فيش عقار احنا فين نسكن؟ فين نجوز اولادنا؟ يعني العقار اتسنين يعني المسكن والمأكل والمشرب دول اهم 3 احتياجات لاي شعوب. بالضبط. وانا دائما انصح الناس انهم ما يخافون، يعني انهم يخطون هذه الخطوه. في كثير ناس متخوفه، المؤشرات كلها تدل على انه السوق في الصعود ما هو في نزول. طيب السؤال اللي بعده يا مصطفى يقول المشاريع اللي تحمل علامات تجاريه او براندات افضل او المشاريع العاديه، وليش؟ تقصدي علامات زي بوجاتي زي يعني شاف السوق صار حاليا يعني ترند أيوة. رهيب. يعني براندات زي ما قلت انت بوجاتي، زي ما قلت مرسيدس قريب. ايش رايك، هذول افضل او المباني العاديه؟ طيب او المشاريع العاديه؟ اجابه السؤال ده هترجع لبادجت المستثمر. لو معاه بادجت، لو البادجت سوتبل للبراندد بروبرتيز هقول لك روح على البراندد بروبرتيز، لان البراندد بروبرتيز ليميتد نمبرز. يعني ما فيش 2 بيلدينجز في العالم بوجاتي، ما فيش 2 بيلدينجز في العالم شايله علامه مرسيدس بنز. لو البادجت اوكي هقول لك روح على البراندد بروبرتيز. لو البادجت مش اوكي هقول لك لا خلاص روح بقى دور في الافضل المطروح. يعني شوف في المطروح ايه ودور في الافضل ايه. انا بشوف اجابه السؤال ده ديبندز على البادجت والبلان بتاعتك. البلان بتاعتك ايه؟ تشتري وتفلب، ولا تشتري تستلم وتأجر، ولا تشتري على حسب؟ ايش تحس يعني البراندات هذولي احسن كاند يوزرز، احسن كانفستمنت؟ انفستر في المقام الاول جدا جدا جدا. انا كاند يوزر هختار العقار اللي انا هعيش فيه بناء على عوامل كتيره جدا. صحيح. مراتي بتحب فين، عايزه تسكن فين، اولادي مدارسهم فين، الاماكن اللي احنا بنرتاد عليها، النوادي، المولات. مش لازم عشان براندد فانا اختار ان انا اعيش فيه. بس لو انا مستثمر اختار طبعا البراندد. انت عارفه اي براندد بروبرتي لما هنيجي نأجرها على Airbnb او booking.com تبقى عامله ازاي؟ حتى في خيالي. يعني حتى برا المواسم ان جنرال هتعمل احسن من العاديه. ما شاء الله. اوكي ممتاز. لان اكيد الامينيتيز والفاسيلتيز والسيرفيس اللي هتبقى موجوده مع البنايات دي غير، والاكسبيرينس غير. كل بنايه بتتميز بشيء فريد. انت عارفه الفيتشر اللي في بوجاتي عامله ازاي؟ تطلعي بالبوجاتي بتاعتك فوق في البنت هاوس. ونروح للسؤال اللي بعده. دينا السؤال بيقول السوق دلوقتي صعب جدا في خطط الدفع بتاعته، ومعظم خطط الدفع بقت اجريسيف جدا. يمكن بنسبه 80 او 90% من الديفلوبرز ما بقاش عندهم بوست هاند اوفر، والبوست هاند اوفر بيمنت بلان بقت قليله ومحدوده، ما يتعدوش على صابع اليد الواحده البروجكتس اللي فيها بوست هاند اوفر. ايه رايك نتعامل مع المشكله دي ازاي لو البايرز او الانفسترز بيدوروا على مشروع كويس يكون فيه بوست هاند اوفر؟ تنصحينا بايه؟ طيب ممتاز. اول شيء المعلومه هذه غير صحيحه. يعني اغلب المطورين مسوين يعني خطط دفع ممتازه. هو يقصد، اتوقع ان هو يقصد خطه الدفع ما بعد الاستلام. اوكي. شوف هذه من الفرص اللي كانت موجوده في الماضي واليوم تراها موجوده عند بعض المطورين. أوكي. بس بالنسبه لي مره محدودين. اذا انت ما انت قادر تجاري هذه الدفعات فانا تروح للمطورين هذول اللي عندهم خطط دفع. ترى في من جد ترى في مطورين عندهم 1% يعني خطط دفع لمده 7 سنوات في السوق موجودين. نعم محدودين بس موجودين. فيا اما هو يروح يعني الشخص اذا ما هو قادر يروح على هذول المطورين، او في اوبشن اللي هو مثلا يشتري اللي اعاده البيع الجاهز وياخذ مورجج من البنك ويروح يعني. للتمويل البنكي. وده
هيبقى اسهل له طبعا ياخد بقى على أكيد. 10 سنين، ياخد على 15 هو سنه البنك بس على فعليا في نعم كثير مطورين نعم انهم أوكي. يسوون خطة دفع تمام. ممتازة يعني انت شايفه ان دي الطريقه الوحيده انه يتحايل بها على الصعوبات دي؟ طيب يا مصطفى، السؤال هذا أنا صراحة أشوفه أنه سؤال أنا أحتاج أسمع الإجابة منك. حاليا شارع حصة وشارع أم سقيم فيها زحمة كثير، فكيف راح يكون التصرف بعد ما تلغى ومشروع دامك لاجونز يتسلم؟ Regarding Dubai Municipality Plan، التوسع اللي هيحصل في شارع حصة وشارع أم سقيم في 2024 و 2025 هيدبل الحارات من 3 حارات ل 6 حارات لكل شارع، وده هيقلل مدة زمن الرحلة من أول شارع حصة لنهايته من 18 دقيقة ل 6 دقائق. فما تقلقيش خالص من الموضوع ده. دبي عندها خطة، دبي عندها عاملة حسابها لكل نقطة كبيرة أو صغيرة. I trust دبي مش من المدن اللي بتسيب كل حاجة للصدفة أبدا أبدا. دبي عارفة من الزمن ده للزمن ده احنا محتاجين الطريق يكون باستيعاب مروري من الرقم ده للرقم ده، فالتحول أو الأبديت اللي هيحصل على شبكة الطرق مدروس ومعروف، ودي أخبار مؤكدة. دبي منسبيليتي وشبكة الطرق هتعمل أبجريد لشارع حصة وشارع أم سقيم، وهيدبل الحارات في الرايح وفي الجاي. طيب نروح للسؤال اللي بعده. شايفه برج الخور لما يخلص ويتبنى تأثيره هيكون ازاي على منطقة دبي كريك هاربر؟ إن فعليا أنا أؤمن في هذه المنطقة إيمان تام. كلنا والله. تمام والله العظيم من جد، لأنه أنا سكنتها قبل 3 سنوات وشفتها قدام عيني تكبر وهي بتتبنى والله العظيم أنا زي البيبي. وأنا أمس كنت قاعدة على الممشى تفتكر. قاعدة كده واقفة، كنت أطالع الناس، كمية الناس والمطاعم فل، حتى أقول يا أخي هذه قبل 3 سنوات كنت فاضية. كنت أنا أضطر أروح وين عشان أنا أتقهوى ولا. واضح أنها دبي كريك هاربر قاعدة خطواتها سريعة متسارعة. سعادة محمد العبار راح بعد كم يوم أو بعد مدري المدة يعني قصيرة خلاص انتهوا من تصميم البرج وكل شيء. فهذا راح يسوي قفزة كبيرة في الأسعار وفي المنطقة، ومتسارعين تراها في تتوقعين ان اللي حصل في الداون تاون هيحصل تاني في دبي كريك؟ It's a better version. يعني أنا دائما أقول إنه الداون تاون هي جمع ما بين دبي مارينا والداون تاون مع بعض. أنت في الكريك هاربر عندك آيلاند فيها مارينا، عندك منطقة بيتش اللي هي كريك بيتش، يعني بيتش إيش كبره ممتاز. أنا أشجع الناس أنها تجي وتشوف منطقة كريك هاربر، إنه في ناس ما قد وصلتها ما عرفتها. فالبرج هذا يوم يعلن عنه أنا متوقع أن الأسعار راح تكون يعني ما أدري هل هي يعني it's a good news ولا bad news، لكن راح ترتفع الأسعار في الناس اللي اشترت قبل. صحيح. تمام. وحتى أنها راح يكون مؤثر على المناطق اللي حولها، مو فقط من طريق المطور هذا، لا حتى المناطق المجاورة للخور، المشاريع اللي حوالين الخور بالضبط راح ترفع من الكابيتال ابريشيشن. فالمنطقة هذه أنا بقول للناس اللي استثمرت تستنى وتهدي شوي وجايهم الخير بإذن الله. صحيح كلامك مزبوط دينا. طيب السؤال الحين، خط المترو الجديد اللي أعلنوا عنه خط الأزرق، كيف راح يكون أثره على المشاريع والمناطق اللي حوله؟ جميل جدا، حلو السؤال ده وبدأ يتردد كتير الفترة الأخيرة. الخط الأزرق الجديد أعتقد إنه هيبتدي من مطار آل مكتوم، هيروح دبي لاند، دبي هيلز، أرجان، جي في سي، دبي كريك، انترناشنال سيتي، كل المناطق، ميدان، حتى كل المناطق دي المترو هيبقى له أثر كبير على المناطق دي، بانه هيسهل جدا حركه الوصول للمناطق دي ما بين شريحه عريضه جدا من المستاجرين والناس اللي بتطلب الايجار. فده بالتالي هيرفع الطلب على الايجار في المناطق دي. لما يرفع الطلب على الايجار هيرتفع الROI، لما يرتفع الROI هيرتفع اسعار العقارات. فاسعار العقارات اللي هيوصل لها خط المترو مينيمم، اي جارانتي مينيمم 20%، في حاجات هتوصل 30 و40% زياده في الاسعار. فخط المترو الجديد ده لو انت جاهز دلوقتي تشتري في مكان لسه ما وصلوش خط المترو الجديد بس هو في البلان، انصح اي حد يشتري في اللوكيشنز اللي هيروح لها خط المترو الجديد، لان السعر اللي انت هتاخد بيه العقار هتستحوذ بيه دلوقتي انا متاكد ان السعر هيزيد مينيمم من 30 ل 40 وممكن يوصل 50%. طب دينا اخر سؤال لينا وده السيجنتشر بتاع البرنامج بتاعنا، شايفه السوق 2024 ازاي، وشايفه السوق خلال ال5 سنين او ال10 سنين بتاع في دبي رايح فين؟ 2024 واضح
من بدايته. بدايته تمام. يقول لك الزيادة. الكتاب واضح من عنوانه. البداية مبشرة. تمام. يعني مثلا في عندنا كثير نيوز قاعدين نحن نتابعها. دبي مو بس في العقارات. ايوه على كذا صعيد. ايوه على كم صعيد، انه استقبال المستثمرين، التوسع في الطرق، في اشياء كثيره. مترو البنيه، كثير عدد اشياء السكان بيزيد، بالضبط. الرخص التجاريه اللي بتتفتح، الرخص، الاقامات، اشياء كثيره. هذه طبعا مؤشرات الديماند جيده عالي جدا. بالضبط، جيده جدا لدبي. 2024 انا اشوف انه خلاص حطيناها في الجيب، نحن متاكدين انها الزياده مضمونه ما راح تنزل. اما بخصوص السنوات القادمه، يعني اذا جرس السوق زي ما هو في تصاعد، اذا ما في يعني شيء يعني زي ما صار مثلا في الكوفيد، هذا شيء غير متوقع. إن ما يعني المؤشرات الواضحة أنه خطة دبي في المستقبل هي خطة متزايدة قاعد تزيد. دبي 2033 بالضبط. فما أنا ما أشوف أنه في خطر إلا إذا صار في شيء فجأة مو بإيدنا، كارثة طبيعية بقى، يعني حاجة خارج إرادتنا، يعني ربنا ما يجيب. إيه بالضبط. فأنا ما أشوف أنه فيه مؤشرات سلبية إن شاء الله في دبي من جد. ترى يعني نحن ساكنينها ونحن قاعدين نشوف. فما نشوف انه في شيء يعني سلبي او مؤشرات خطيره جايه في المستقبل انها ممكن تنزل من السوق. الا اذا يعني انت مطمنه وتطمني كمان المشاهدين أكيد. لمستقبل دبي. طبعا اكيد، واللي عايش في دبي هو عارف هذا الشيء تماما. دائما يكون فيه لغط، دائما يكون فيه زي ما تقول اشاعات ان شاء الله. بس لكن حاليا يعني انا ما قاعده اشوف انه اي شيء يعني الا الاشياء المبشره بالخير باذن الله. ان شاء الله. دينا احنا كنا مبسوطين جدا معاك النهارده في حلقتنا، نتمنى تكوني انبسطتي معانا، ونتمنى كمان المشاهدين يكونوا انبسطوا معانا. تحب تقولي اي كلمه في ختام البرنامج؟ انا اتمنى ان استفدتوا من الاسئله والاجوبات، وانا دائما اشجع المستثمرين انهم يعني اذا في عندكم نيه فجو هاد، يعني ما يكون عندكم تخوف، لانه فعلا السوق مبشر. ما يتاخرون طبعا. بالضبط، كل ما تاخروا ترى كان مو من صالحهم يعني. وكمان اذا محتاجين اي استشاره تواصلوا معنا. يعطيكم الف عافيه. يا رب نكون فدناكم، يا رب تكون الحلقه خفيفه عليكم. ارقام التواصل بتاعتنا موجوده اسفل الشاشه. محتاجين اي استفسار، عندكم اي سؤال، ما تترددوش ان انتوا تتواصلوا معنا، واستنونا في الحلقات اللي جايه. مع السلامه. مع السلامه.